مرحبا واهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، اهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعونا. يوم جديد ونهار جديد، يا رب يحمل معه الخير والبركات لكل الناس اللي عم يشوفونا. حملات واسعه في الاردن من بعد جريمه الثأر البشعه يلي راح ضحيتها الفتى صالح، واللي خسر اهم الاعضاء الموجوده في جسمه مثل اليدين والعيون. هاي الجريمه بالفعل يلي هزت المجتمع الاردني، خلت القوات تتحرك، القوات الامن الاردنيه مشكوره تحركت وألقت القبض على أكثر من 100 بلطجي وأزعر مثل ما وصفهم المقال. أكثر من 100 بلطجي وأزعر كانوا عم بيعيشوا حياتهم الطبيعية، بيناتهم 5 من المصنفين خطيرين في الأردن، مثل هذا الوحش يلي عمل هي الجريمة البشعة بالفتى صالح. أيضا كان سجله العدلي مصنف خطر، ولكن هو خارج السجن وعم بيمارس حياته بشكل طبيعي. إذا 100 بلطجي وأزعر وأصحاب سوابق ومشكلجي عاملين مشاكل في الأردن ومروعين المواطنين. أكثر من 100 ألقي القبض عليهم. الحملة بلشت امبارح في عدة أحياء أردنية ومستمرة إلى اليوم. أنا بدي أتشكر قبل امبارح هناك أحد المتابعين من الأردن أرسل لي الفيديو بالفعل، وكان عم يصور من السطح، والقوات الأردنية أو الأمن الأردني عم بالفعل منتشر بأكثر من حي أو بأكثر من حارة مثل ما نحن بنقول بالعربي، وعم يلقي القبض على هدول الزعران. لكن أنا بدي أشكرك أكيد أول، لكن ما فيني أحكي أنا بالفيديو إلا ما أشوفه من مصدر رسمي وموثوق وصحيح. اليوم تأكد هذا الخبر من القناة العمانية أو قناة في عمان. اليوم 18 أكتوبر 2020 عم يقول إنه أعلن مصدر رسمي أردني اليوم الأحد إنه الأجهزة الأمنية ألقت امبارح السبت على أكثر من 100 شخص مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض إتاوات، خلال حملة أمنية بلشت السبت وهي مستمرة، تأتي على أعقاب الجريمة التي تصنف من أبشع جرائم الثأر يلي حصلت في الأردن، وراح ضحيتها يعني فتى قاصر عمره 16 سنة. وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان له، عم يقول إنه هي الحملات المشتركة اجت بين مديرية الأمن العام والشرطة، أسفرت عن القبض على أكثر من 97 مطلوب، بيناتهم 5 مصنفين خطيرين، بالخطيرين جدا، يعني بيناتهم 5 خطيرين جدا. وكانوا هدول ال5 عايشين بالشارع وعايشين ببيوتهم وحياتهم طبيعية 100%. لكن بالفعل يعني ما حصل مع صالح فتح عيون الأمن الأردني أكثر، وعم يحاول أنه يلقي القبض على جميع المشبوهين والزعران واللي هن عم يعملوا ترويع للمواطنين في الأردن. وكأن صالح افتدى الأردن من بقية الزعران الموجودين فيه. بالفعل يعني حسب ما عم يقول الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه في 5 مصنفين خطيرين جدا. الوحش يلي عمل الجريمة مع صالح هذا مصنف خطير فقط، مو خطير جدا. اما ال5 اللي كانوا فلتانين لسه اسمهم بالسجل تبعهم، بالسجل العدلي او بالنفوس تبعهم اسمهم انه هن خطيرين جدا. طب شو قاعدين عم يعملوا هدول بالشارع؟ عم بيمارسوا حياتهم الطبيعية بالشارع بين الناس الآمنة وبين العائلات. عددا من المطلوبين، عم يقول السيد مدير الأمن العام عددا من المطلوبين كان مطلوب متعلق بقضايا البلطجة والعنف وفرض الأتاوات، قاموا بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم. ودعت المواطنين للإبلاغ. إذن هون مسؤولية المواطن الأردني اللي حطت الدولة على عاتقه أيضا مسؤولية كتير كبيرة، واللي هي الإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات ترهيب وترويع للمواطنين وبعمليات البلطجة وفرض الإتاوات، وخصصت رقما لذلك. وتأتي هي الحملة الأمنية، عم يتابع المقال، تأتي هالحملة الأمنية في بعد أيام من قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 سنة. هي أبشع جرائم الثأر يلي نحن عم نحكي عنها. عمره 16 سنة، بتروا له أيديه وفقع عينيه. كان هذا الحديث الثلاثاء الماضي، يعني لسه ما صار أسبوع على هي الجريمة. للثأر من والده في محافظة الزرقاء، والده بشمال شرق عمان هي المحافظة. وفي جريمة بالفعل أحدثت ضجة في المملكة لحتى دعت الملك حتى يتصل شخصيا ويطمن ويأوعظ
للدكاترة انه هن يعملوا كل شيء بيقدروا يعملوه، ولا يحكي مع القضاة الملك شخصيا ويقول لهم اشد العقوبات لازم تنزل على هدول. هي الجريمة بالفعل يلي روعت اهل الاردن، حتى انه الملكة رانيا كتبت تغريدة ايضا وتواصلت مع الامم المتحدة بشأن هذا الموضوع وبشأن هذا الطفل، لانه بالفعل قالت الملكة انه هذا الطفل هو ابن كل بيت اردني. وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا قالت أمس أنه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الله العساف أسند لجميع المتهمين مثل ما حكينا جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك والخطف الجماعي بالاشتراك وجرائم أخرى بينها جريمة هتك العرض مثل ما قال السيد رشيدات وهو نائب المحامين أو نائب نقيب المحامين. إذا حبايب قلبي مثل ما حكينا هذا الخبر يلي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا خبري استنيت من امبارح لحتى هلا لحتى يتأكد ويأكدوا المواقع الإخبارية وأيضا المواقع الإخبارية الأردنية. أنا عم حاول إني أبحث عن كل شيء جديد بهذا الموضوع، كونه نحن بلشنا بهاي القضية ويعني إن شاء الله بدنا نتركها ونزف على هاي القناة إنه وقع جلالة الملك على إعدام هؤلاء البلطجية أو الزعران أو الوحوش البشرية بالفعل يلي هن قطعوا أوصال الولد وشربوا من دمه بدم بارد. أكيد كمان بدنا نذكر للناس يلي هي عم تشوفنا أول مرة إنه الفتى صالح هو عمره 16 سنة ووالد الفتى هو إمام مسجد الدراويش الموجود في الأردن، لكن للأسف هذا الإمام ابتلي بجريمة قتل يعني ما كان له علاقة أساسا فيها، ولكن هذه الجريمة هذا الإمام هو بيحرس المسجد يلي بيصلي فيه ويلي بيئم فيه، من ثم بحرصه يعني بالليل، من ثم خلص صلاة الفجر تقريبا الساعة 2 أو 3 بالليل بتوقيت الأردن، ونزل أحد الحرامية على الجامع أو على المحلات يلي هي قريبة من الجامع يحرسها هذا الإمام لأنه هو أيضا موجود في الجامع، ويسترزق من هذه الحراسة أصحاب المحلات وأصحاب البسطات. ومثل ما حكت مديرية الأمن الأردني إنه هذا الشيء شائع في الأردن، أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات يلي بيحطوا عربايات برا بيتركوا عرباياتهم ورزقهم برا وبيعطوا إنسان مبلغ قليل من المال لحتى يحرس هذه العربات. وبالفعل كان السيد إمام الجامع هو يلي عم يعمل هذا الموضوع، نزل حرامي وبده يهدد الأمن ويسرق البسطات وبلش إنه يكسر بالعربات ويكب الأغراض على الأرض. ما كان إلا من الإمام إنه هو يدافع عن الرزق يلي هو عم يشتغل فيه. أخرج الإمام سكين مقابل إنه الحرامي كان معه مسدس. الحرامي لم يطلق النار على الإمام، لكن الإمام حاول تخويف الحرامي أو توقيفه عن تحده، وهذا أكبر دليل إنه الإمام سدد طعنة السكين بفخذ الحرامي، لكن شاءت الأقدار إنه ينقطع شريان الفخذ ويموت الحرامي ويدخل الإمام إلى السجن. هذا الموضوع حبايب قلبي من شان هيك أهل الحرامي أو الرجل يلي كان نازل لحتى يسرق حبوا أنهم يقتصوا من أخوه للإمام يلي هو عمه للفتى صالح، لكن ما لاقوا العم أخذوا الفتى وشنعوا في أبشع تشنيع. هذا الخبر إذا حبايب قلبي مشكور الأمن العام الأردني إنه هو تحرك وألقى القبض على هيدول الشبان يلي هن بالفعل يعني خطر، وجودهم خطر في المجتمع. بحبكم كتير كتير آرائكم بالكومنتات. بدي أشكر كل الناس على المتابعة، لو سمحتوا لايك للفيديو حتى ينتشر أكثر وأكثر، واشتراك بالقناة حتى نكبر عائلة ندى توداي أكثر وأكثر. مني أنا ندى توداي، نهار كتير حلو، الله معكم.